كنا بديناها، ومن بعد كتشوف واحد التسامح مثلا زعما باش نكون صريحه. مازال حتى لحد الساعه ما لمستوش في قلت اخر، ولكن سلا فعلا سلا كبرت فيها، سلا عندها واحد الروح، واحد يساحة التجارب كلها كانوا عندي موصله. سلا كاينه سلا وكاينه سلا. بالنسبه لي الناقدة والشاعرة لاله ملكة منظهر، مرحبا بالأستاذة الفاضلة لاله المياه، نور والتوفيق بإذن الله. أنا سعيدة اليوم كنشوف فيكم أنا الامتداد والقدوة، لأنني تولدت كشاعرة وكزجاجة. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. الشاعرة ملكة منظهر، وكتبقى واش هي السلام عليكم. اول حاجه كنشكر المشهد 24 على التغطيه الصحفيه برواق اللجنه الوطنيه للتربيه والعلوم والثقافه اللي حضروا معنا اليوم في واحد المولود اللي هو جديد، اللي هي روايه سخط الريح طريق نحو الذات. اليوم هي التجربه الثانيه لي في الكتابه من بعد الروايه الزجاليه ديال فاطمه. خيط الريح تولدت في مدينه اللي قريبه للقلب ديالي بزاف، اللي هي كتشبهني، اللي هي مدينه الصويره. مدينه اللي فيها تلاقح الثقافات، فيها سلام داخلي اللي الواحد احيانا كيمشي باش يستمد ديك الطاقه وباش يفرغ كل ما هو سلبي. وهذه هي اول حاجه اللي خلاتني انه نكتب. وكانت الكتابه الاولى اول ما كتبت هي مريم. هي بالنسبه للقارئ هي شخصيه، ولكن في الواقع هي الراويه بحد ذاتها، بحكم انه الراويه كتشوف راسها في مريم اللي كتكون في الاول شخصيه مع بعضياتهم، اللي واحد كيهضر مع الاخر وكيحكي له الاسرار ديالو، ولكن من بعد يتبين انه راه الراويه كانت كتتكلم مع الذات ديالها، مع النفس ديالها في واحد الفتره اللي كان واحد التوقف تماما اللي عبرت به عن طريق روايه بالموت، اللي هنا الموت لا يمثل ديك الانطفاء، ولكن كان ولاده جديده وبحث عن الذات، وكذلك انطلاقه لمجموعه ديال الاحاسيس ومجموعه ديال الشعور.